السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. وحشتوني وحشتوني كتير قوي. النهارده جايلكم فيديو جديد، لايكات كتير قوي للفيديو ده. عندنا فيديو سهل وبسيط وحلو قوي بصراحة. جمعة مباركة عليكم. الاول الفيديو ده انا مصوراه يوم الجمعة ومسجلاه، فمش عارفة بقى حسب سرعة النت هينزل لكم امتى. يمكن تاني يوم على طول يوم السبت بإذن الله من غير مقاطعة. لايكات كتير قوي للفيديو وشير للقناة وللفيديو. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونستعين بالله. معلش بقى عذرا على الفترة اللي فاتت، انتوا عارفين اللي فيها، مش عاوزة اتكلم كتير. بس بجد كنت تعبانة ونفسيتي كانت تعبانة، فالحمد لله ربنا يعافينا ويعافيكم. ان شاء الله هنبدأ كده بقى ايه على قدر الامكان ان احنا نستمر تاني ونرجع بفيديوهاتنا. عاوزة بقى منكم تشجيع جامد علشان خاطر ايه نرجع بقوة زي الاول كده. معايا فرخة حلوة قوي كده بقى متنضفة ومنقوعة في محلول نقع ملح وحط عليها كمان قشر برتقان حلوة قوي بيشيل الزفارة وليمون وخل وحاجات من دي. انقعها بالطريقة اللي انت تحبيها واغسليها بايه بطريقتك انت. هنتبلها بقى علشان خاطر ايه نعمل اكلة سهلة وبسيطة بس جبارة كده في العزومات. واسهل حاجة تعمليها واحلى حاجة كمان تعمليها في العزومات الاكلة ديت. تابعي معايا الفيديو للاخر. اول حاجة كده بقى ايه زي ما انتم شايفين الفرخة المغسولة ونضيفة. هبدأ بقى اتبلها. التتبيلة عبارة عن ايه؟ بصلاية وعلبة زبادي وفصين من التوم، عليهم بقى التوابل بتاعتهم. معلقة من الفلفل الأسود. أنا كان عندي حب فاستخدمته حب، وكمان كوبيبة صيني لو ما عندكيش بلاش. ومعلقة من بهارات الفراخ، ومعلقة من السبع بهارات توم باودر وبصل باودر. شوفي بقى التوابل اللي انت تحبيها استخدميها، ما تقلقوش من ناحية التتبيلة، هكتبها لكم في صندوق الوصف. وكمان حطيت خل وزيت. وضربت كل التتبيلة ديت في الخلاط زي ما شفتوا معايا كده، وحطيتها على الفراخ. الكلام ده كان من بالليل، ده يعني من يوم الخميس بالليل. بعد كده احنا جينا بقى هنا تاني يوم الصبح. هنعمل ايه التتبيلة التانية اللي معانا؟ تتبيلة الكفتة، بس مش هعملها كفتة زي كفتة الحياتي اللي بتيجي من بره، عبارة عن لحمة وبصل بس وتوابل. هنضيف عليها علشان انا عاوزة الكمية تبقى كتيرة شوية. هحط عليها بقى كده ايه قرنين من الفلفل مع بصلاية، ومش هصفي المية بتاعتها، هضربهم كده بالكبة ومش هصفي المية. طيب ازاي هتمسك؟ هقول لكم الوقت هتمسك معايا ازاي وهتبقى زي العسل. والكفتة ديت برضو حلوة قوي لو انت ايه عاوزة يعني ايه تبقى شبه اللي هي بلحمة صافي، بس ايه كتيرة شوية. الكمية يعني ايه هتكون حلوة يعني معقولة. ديت اقل من دي اقل من نص كيلو، فده انا جايباها من السوبر ماركت كده بالجرام. هي طبعا عارفين لما بتشتري لحمه من السوبر ماركت بتبقى مثلا 400 جرام حاجه شكل كده، فهي دي كانت الطبق ده كان 400 جرام. كان كده منزلاه في التلاجة من تحت من بالليل، كان ساقع، مش مبقتش عارفه اعجن منه كويس. بس الحمد لله يعني ايه يعني عملناه. هبدأ كده بقى ان انا افككه. انا غلطت برضو ان انا ما طلعتوش بره التلاجة من ساعة لما قمت من النوم على طول، بس يلا ملحوق. هحط عليها كيس من توابل الكفتة بتاعت كنور، طعمها حلو قوي، بتخلي طعم الكفتة حلو. او ممكن تجيبي اللي هي السايبة اللي من عند العطار ديت وتزودي توابل من عندك. انا اختصرت الموضوع على الكيس التوابل ده، لان ما كانش عنده بهارات الصراحة يعني كتير. ما عنديش لا كمون ولا كزبرة، لسه هشتري ان شاء الله، فايه قلت بقى ايه اختصر الموضوع. وبعد كده المكون اللي انا قلت لكم عليه اللي هيمسك الكفته ويخليها لك حجمها يزيد شويه، البقسماط. هيخلي طعمها حلو. واستخدمي بقسماط بلاش دقيق. البقسماط ليه نكهه كده وطعم مميزين شويه، ما تحسيش ان هو باين في الاكل قوي. فالمهم ان انا ايه حطيت معلقتين كبار من البقسماط. ممكن كمان تحط بيضه وتحط عليها 3 معالق من البقسماط، هيكتروا لك الكميه شويه لو انت عندك بقى ايه حد جاي لك كتير او كده، وهتقضي الغرض يعني. وحطيت عليها معلقه صغيره او نص كمان من البيكنج باودر، بيديها طراوه كده وهشه كده، بتنفخها شويه وما تخليهاش تكش قوي، وتخليها مفروده في الفرن. المهم حطيت عليها برضو معلقتين من الزيت
هنا كانت اللحمه ساقعه قوي على ايدي، فايه استحملت لحد ما عجنتها. طبعا راعي الملح بتاعك كويس، وراعي ان ان التوابل اللي انت بتجيبيها جاهزه ديت بيبقى فيها ملح. هعجن بقى الكفته كويس قوي، اخدميها كويس في العجين عشان لما تيجي تشكليها تكون سهله معاكي وتتمسك منك على طول. هنا بقى بعد ما عجنت الكفته وسبتها ارتاحت شويه، قعدت بتاع ساعه كده لان كنت صاحيه بدري. هبدأ بقى كده ايه ان انا اصبعها. واحسن حاجة تصبعي الكفتة بتاعة الفرن ديت لو مفيش عندك اسياخ، لو هتعملها في الفرن والكفتة بالطريقة دي تعملها في الفرن وانت مطمنة هتكون حلوة قوي. هقولك كمان على اضافة ممكن تعمليها عليها وهي في الفرن: صلصة. تجيبي معلقة من الصلصة كده وتتبليها بالتوابل بتاعتك والملح والزيت، وتدهني بيها وش الكفتة وانت حطها في الفرن. بس انا الصراحة ما عملتش كده. يعني ايه كم مرة عملتها يعني التغيير، فانا بقولك على الطريقتين. واعملي اللي انت عاوزاه. المهم يا حبيبتي تصبعي بقى الكفتة بتاعتك على ظهر معلقة كده عشان تبقى مفرغة من جوه كأنك عاملاها على السيخ بالظبط. وهتحسها كفتة مشوية، مفيش اسهل من كده. لو انت عندك عزومة بقى تعملي بقى ايه شوية الحاجات دول: فراخ مشوية. كمان برضو الموضوع مش اوفر او اقتصاديا، يعني الموضوع كله ايه يعني نص كيلو لحمة وفرخة، ده مية مية خالص. طبعا بقى حسب العزومة بتاعتك انت كام فرد، بس انا بفترض يعني معاكي مثلا. المهم نصبع بقى الكفتة، ما شاء الله يعني كانت زي العسل. ممكن كمان تحطي خضرة محشي عليها، برضو مش هتقول لأ وهتبقى زي العسل. نصلي على رسولنا الكريم. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي من كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر، واضغطي على الجرس اللي جنبها وفعليه على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. وادعوا لنا كده ولايك جميل منكم، والله المستعان. المهم بقى ايه بعد ما خلصت كده تصبيع الكفتة كلها فاض مني حتة صغيرة، هقول لكم هعمل بها ايه دلوقتي. وبجد بقى ايه طلعت حلوة قوي بصراحة يعني، بس للأسف انا نسيتها خالص في التلاجة وما صورتهاش معاكم. فيعني الله المستعان. الحمد لله. هنا بقى برضه هحط بتاع الفرخة بعد ما اتبلت. عاوزه اقول لكم ان انا قصيتها من الظهر كده عشان تبقى شكلها حلو زي اللي بتشترى جاهزة. وتبلت معاها الكبد والقوانص والحاجات اللي بتبقى مع الفرخ. هحط عليها بقى شوية صغيرين من التتبيلة كده وافردهم عليها وادخلها الفرن على طول. هغطي عليها لحد ما تستوي، وبعد كده هحوش الغطا تتحمر. هنا بقى ايه كان عندي العيش اللي هو الابيض ده. طبعا ده مش عيش حواوشي خالص، بس ولا هي خلطة حواوشي اساسا. بس اختصارا كده للموضوع، دي بواقي حاجات فقلت بقى ايه استفيد منها صح. بدل ما اعملها كلها كفتة. الصينية ما كانتش واخدة الصراحة وكسلت، فالمهم ايه جبت بقى الايه العيش ده وعلى قد اللحمة اللي موجودة. عملت معايا 3 ارغفة 3 كده من الارغفة ديت، كل رغيف نص كده. وهحطهم بقى كده احط فيهم اللحمه، وبعد كده بقى ايه في الطاسه على النار نقطه زيت. وهدهن برضو الرغيف بتاعي كده نقطه من الزيت كده على الوش وعلى الظهر، واحمرها كده في الطاسه. تبقى شبه الحواوشي، عيش بلحمه يعني، شبيه يعني، لكن هي لا خلطه حواوشي ولا ده عيش حواوشي. فاحنا قلنا ايه يعني نمشي الدنيا. اعملها طبعا بقى للعشاء كده او للي يحب ياكل في اي وقت. وتبقى جاهزة. هي لسه يعني ايه لسه في التلاجة، يعني ما حطيتهاش في الفرن ولا حاجة عشان طبعا ما تنشفش قوي، لان ايه عيش رقيق خالص. ورعيت ان طبقة اللحمة تكون رقيقة خالص في الرغيف عشان تستوي طبعا وتكون ايه مظبوطة. المهم بقى نيجي للي بعد كده. وزي ما قلت لكم احلى حاجة ان الواحد يعمل حاجات سهلة وبسيطة بس تطلع حلوة وترضي يعني. هنعمل بقى شوية رز اصفر بالكركم كده. اقل حاجة اقتصاديا اهوت انك تعملي الرز ده مع المشويات. هقطع كده بقى ايه بصلاية، فرمتها في الكبة مع فصين توم وشوية زيت، ونزلت بيه البصل والثوم مع بعض ياخدوا كده تشويحة في الزيت. حط عليهم قرن من الفلفل البارد او حتة صغيرة من الفلفل الحامي. طبعا ما فيش مرق او شوربة، فروحت عاملة ايه بقى مكعبين من المرقة بتاعت المرقة اللي هي الفورية ديت اللي بنشتريها جاهزة. لو مش حابة المرقة او ما بتحبيش طعمها
مفيش اي مشكله خالص، استغنى عنها. عندك شوربه حطي قديمه مثلا عيناها في الفريزر، ما عندكيش بلاها. حطيت عليها رشه من الفلفل الاسود والمقدار الكركم اللي يناسب الرز بتاعك، يعني معلقتين كركم على كيلو رز مثلا، مع 3 معالق على كيلو رز، حسب الكميه بتاعتك وحسب نوع الكركم اللي انت بتشتريه. وهحط عليها الميه. لو تلاحظوا ان المره ديت عملتها كده زي شوربه كده الاول وبعد كده حطيت الرز، لكن كل مره كنت بشوح الرز مع البصل، تغيير. دي طريقه ودي طريقه، والاتنين بيدوكي نتيجه زي الفل. حسيت ان الحله ديت صغيره شويه على كميه الرز، فنقلتها في حله تانية علشان طبعا تستوي وما يعجنش ما يبقاش، ما يبصش يعني، من لحقت نفسي في اخر لحظه يعني. وطبعا انا حطيت الملح وراعيت كل حاجه، راعيت ان المرقه فيها ملح، ف عملت كل حاجه كده ايه مسويه مع بعضها. وحطيت بقى الرز يتشرب كده على نار هاديه. خلاص كده بقى الرز بدأ خلاص يتشرب، وخلاص هطفي عليه. بعد ما تلدن كنت ناقعه نص كوبايه من شويه من الزبيب كده في كوبايه، حوالي نص كوبايه من الزبيب لمده ساعه، ينزل السكر اللي فيه ويطرى شويه، وتروحي حطها على الرز كده وهو بيطلع دخانه كده ومبخر، وبعد كده تطفي عليه. احلى شويه رز ممكن تاكليهم. كمان ممكن تحمصي شويه سوداني وتحطيهم عليه، مفيش اي مشكله خالص، هيديكي نتيجه روعه. المهم هنا بقى الفرخه والكفته بعد ما طلعوا من الفرن، ما شاء الله كانت تحفه. وكمان ما هياش متحروقه قوي ومتحمره قوي زي اللي بتبقى على الفحم. كانت النتيجه مرضيه جدا، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. هحطهم كده زي ما انتوا شفتوا، ولعت فحمايه علشان بس تديهم ريحه او نكهه الشوي. واحط عليها شويه زيت وهكتمها كده بالغطا زي ما انتوا شايفين، لحد ما ريحه الفحم تاخد تروح كده في الفراخ وتروح في الكفته. وتعالوا بقى نشوف نقدم الغدا بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون افدتكم. انتوا وحشتوني بجد والله، وكان نفسي اعمل اي حاجه معاكم. ادعولي واكتبوا لي كده كومنتات حلوه من قلبكم علشان خاطر استمر. واكتبوا لي الوصفات اللي انتوا عاوزينها ان احنا نجربها مع بعض ونعملها مع بعض. واحاول ان شاء الله ان انا افكر لكم كده في كام فكره اقتصاديه تعجبكم باذن الله وتعملوها وتبقوا مرضيين منها. هنا بقى غرفت الرز اللي بالزبيب. انا بصراحه جوزي ما بيحبش المكسرات اللي هي السوداني ديت، فبتضايقه في الاكل، فما رضيتش احط، مع اني انا بحبها، بس يلا قلت بقى عشان خاطره بضحي اهو. هنرص بقى الكفته كده بشكل جمالي كده يكون شكله حلو. حاجات سهله خالص يا جماعه، وفي نفس الوقت بتدي منظر حلو وتفتح النفس على الاكل. بصراحه هو كان منبهر من شكل الاكل النهارده، فربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. حط كده حته فلفل صغيره كانت باقيه من السلطه، مش هنرمي حاجه طبعا، يعني شكل ورده كده، فتلاقيتها مش ظاهره قوي، حطيت حتتين طماطم، يا هو يعني الشكل الحمد لله بقى. ونشوف بقى الفرخه بتاعتنا كده نرصها. الصراحه الاكله ديت كانت عاوزه صينيه كده زي صينيه العزومات اللي بتيجي في المطاعم وتترص عليه، بس انا بقى ايه استسهلت بقى الاطباق وكده. وهنا يا حبايبي زي ما شفتوا قلت لكم بقى ايه، هحط الفرخه. ممكن برضو تدهنها بخلطه الصلصه اللي انا قلت لك عليها، هتتحمر وهتبقى زي الفل. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، ويا رب اكون افدتكم. هنزل كده حوالين الفرخه بشويه شيبسي او ممكن بطاطس محمره، رشه كده من البتاع اللي هو الجزر عليها كده، اي شكل تحبيه حطيه. زي ما قلت لكم الصلصه حطيها على الفراخ كده ودهنيها بالفرشه، هتديكي شكل حلو وهتحمرها لك حلو. وهنا خلص الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب اكون افدتكم. اسيبكم حبايبي في رعايه الله، مع السلامه.